السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني. مفيش كومنت حلو كده، انت فين يا اميرة؟ وحشتينا يا اميرة. اخرتي علينا ليه يا اميرة؟ انا النهارده جايه اتكلم على الزوجة الصالحة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام امرها انها تبقى صالحة بمواصفات معينة، اللي هي ايه؟ واللي ممكن في ستات ما يعجبهاش كلامي، بس ديننا دين الاسلام والرسول قال لنا كده. ايه هي المواصفات عشان تبقي زوجة صالحة؟ تراعي ربنا في جوزك، تراعي شرفه، تراعي عرضه، تراعي بيته، وتراعي اولاده، وتخليه حاجه كبيره قوي قدام اهله وقدام نفسك وقدام نفسه وقدام اهله وقدام اهلك. خليه حاجه كبيره قوي وحسسيه بكده. هو حاجه كبيره بس انت بتحسسوش، لا حسسيه. عارفه الراجل لما بيحس ان هو قليل بيشوف الدنيا كلها سودة، واول واحده هيعملها وحش هو انت، وهيتغير وهيبقى واحد تاني. عارفه لما بتحسسيه بحقيقته ان هو انسان كويس، عارفه ما يدخل عليكي بحاجه قليله وتحسسيه ان هو جايب الدنيا كلها، يا خرابي، هتديله طاقه كده لايام جايه بيشقى فيها. هتديله روح معنويه جميله قوي وترفعي من روحه المعنويه. هيحس ان البيت ده حاجه جميله ومراته دي حاجه جميله، محسساه ان هو كبير قوي. والله العظيم حتى لو هو مكسوف من الحاجه الصغيره اللي هو جايبها، مش عارف يدخل بيها ازاي بيته، وحسستيني دي حاجه كبيره يا حبيبي وما كنتش جبت وده كتير عليك وكفايه انا جايبه حاجه كبيره عند راجلك. ممكن في ستات كتير ما تبقاش طايقه كلامي ده، بس ده الحقيقه، وان الدين بتاعنا ورسولنا عليه الصلاه والسلام امرنا بكده. اعملي كده ومش هتخسري. يلا باي باي.